السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده الحاجة زي الاسكندراني، هنعملها بالطريقة الأصلية بتاعتها، وهقولك على كل الأسرار اللي هتطلعها معاكي مظبوطة، وحرفيا هتطلع معاكي أحلى من بتاعة المحلات. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بالفيديو بتاعنا. أهم حاجة لو أول مرة تشوفيني أو تدخلي قناتي، أتمنى ان تشرفيني باللايك بتاعك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة بقى ببتدي بيها كده، بحط معايا نص كوباية من السكر، معايا معلقة كبيرة من الخميرة، ونص كوباية من المية، وبحطهم كده يختمروا عقبال ما بحضر باقي المكونات معايا بقى هنا كده كوبايتين وربع من دقيق السميد، ومعايا كوبايتين من الدقيق اللي هو العادي بتاعنا. بنخلهم كويس. انا كنت نخلة دقيق السميد معايا، بنخل الدقيق العادي بردك معايا، بنخله اكتر من مرة كمان. وبنزل كده بربع معلقة من البيكنج باودر، ربع معلقة كده صغيرة من الملح، وبقلبهم مع بعض. بنقلبهم بقى كده بالشكل ده مع بعض. ومعايا بقى كده كوباية من السمنة، هي السمنة معايا ساقعة ما بتكونش سايحة. وبعد كده ما بضيف السمنة بفضل بقى ابسها بايديا لغاية ما بتبقى عجينة طرية معايا وتتشرب كويس من السمنة. وبعد كده ببتدي ان انا احط عليها الخميرة والمية بالسكر اللي احنا حضرناها، وبفضل اعجن فيها كده لغاية ما بتبقى عجينة طرية معايا، بس مش بتلزق في الايد. اهم حاجة بس المرحلة اللي هي بتاعة البس، ان احنا نبسها كويس زي الكحك كده لغاية ما تبقى يعني ناعمة خالص معانا، طرية معانا. دي المرحلة دي اللي بتطلعها بتدوب كده معانا في البق. هنا بقى المرحلة التانية اللي هي بتاعة الحشوة. هحضر بقى معايا الحشوة. انا مش بسيب العجينة تخمر خالص، بسيبها على جنب 10 دقايق قبل ما بحضر الحشوة. والحشوة معايا عبارة عن كوباية وربع من دقيق السميد، كوباية من السكر، نص كوباية من جوز الهند، 3 معالق مليانين من القرفة، ومعايا معلقتين كده من السمنة، معلقتين كده من السمنة البلدي يكونوا كبار، ومعايا نص كوباية كده من الشربات اللي هو الشربات المتوسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. ده اللي بيخليها معانا طرية جدا وحلوة، وتفضل محافظة على الطراوة بتاعتها لأطول وقت، وبيديها طعم حلو جدا معانا. ونقدر نضيف مكسرات، أي نوع مكسرات لو احنا حابين. والشربات عبارة عن والشربات معايا بيكون عبارة عن كوباية من السكر، كوباية ونص من المية، عصرة نص ليمونة. هنا بقى كده معايا كيس التلاجة دهنها دهنة كويسة من الزيت. انا بفرد هنا الجزء اللي انا هحطه على الوش من فوق، الطريقة دي بتسهل معانا جدا. بفردها كده بالشكل ده، وبعد كده هشيل الكيسة خالص وافرد بقى الجزء العادي اللي انا هحط عليه الحشو. هنا بقى هفرد كده الجزء اللي انا هحط عليه الحشوة. دهنة الصينية معايا دهنة كويسة من الزيت والسمنة، وبعمل لها بعد ما بفردها كده، بعد ما بفرد الصينية مع العجينة معايا، بعمل زي سور كده عشان الحشوة ما تطلعش. يعني بعمل العجينة كده زي سور كده في الجناب عشان الحشوة بتاعتنا متطلعش وتتحرق. وبعد كده بنزل الحشوة اللي احنا حضرناها، وبنفردها بردك بالاسباتولا معانا بعد كده. وبفضل كده افردها معايا بالاسباتولا بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نخلي الحشوة عاملة زي الرملة كده، ما تبقاش عجينة، لا بنخليها زي الرملة كده معانا. حطيت بقى الجزء التاني اللي انا كنت فرداه على الكيسة معاكم، حطيته كده على الوش اهو. الحركة بتاعت الكيسة دي بتسهل علينا قوي ان العجينة معانا ما تقطعش، ونعرف ان احنا نفردها بسهولة. وبالشوكة كده هنعمل فيها علامات كده زي الزجزاج بالشكل ده كده، بتدينا شكل حلو بعد ما بتخلص، زي الحجازية اللي هي الجاهزة بالظبط. وافضل كده اعمل، بس نمشي عليها بالراحة عشان العجينة ما تقطعش معانا. وهبتدي بقى كده ان انا اعملها بالشوكة بردك على شكل الصينية كده، شكل دوران بالشكل ده، عشان بردك تديني شكل حلو كده متقفل لما تطلع. وهبتدي بقى ان انا اقطعها كده، وبقطعها قبل ما تخش معايا الفرن، عشان بعد ما هتطلع معاكي من الفرن مش هتعرفي ان انت تتحكمي فيها. انا بقطعها كده على شكل سمبوكسات بالشكل ده، نقطعها طبعا التقطيع اللي احنا حابينها، بس خلي بالك بردك عشان الحشوة متطلعش برا معانا وتتحرق. وبدخلها بقى على فرن درجة حرارة كده 160، بتقعد في الرف الأوسط كده من حوالي 30 دقيقة 35 على حسب بردك الفرن بتاعنا. وبنفضل نتابعها، أول ما بتاخد معانا لون كده من الجناب وبتحمر، ممكن نشغلها في الآخر الشواية لمدة دقيقتين ولا حاجة واحنا واقفين قصادها. وبعد ما بتطلع نفس الشربات اللي انا حضرته كده للحشوة بحطه على الوش، مش بسقيها خالص بالشربات، انا بلمع بس وشها كده بالشربات عشان تبقى طرية معانا وتبقى حلوة. وبنقطعها بقى بالشكل ده، والشربات بيديها طراوة كده ولمعة حلوة جدا. بس اهم حاجة ان احنا منسقهاش، بنديها تلميعة بالفرشة بتاعتنا.
وبنرصها معانا في طبق التقديم. واهم حاجة ان احنا نحط كده عليها كيس تلاجة نغطيها بيه او نحطها في علب عشان تفضل محافظة بردك على الطراوة بتاعتها متنشفش قوي معانا. وبعد ما بتطلع بتبقى بالشكل ده، بتبقى جميلة جدا بقى جنب كوباية شاي كده او كوباية شاي بلبن، بجد بتبقى تحفة. الريحة بتاعتها كانت حرفيا قلب البيت. لو الفيديو عجبكم اتمنى ان انتم متنسونيش لايك وشير وكومنت حلو. والسلام عليكم.